السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة. الطلاب الصف الثالث الاعدادي اهلا وسهلا بيكم. ان شاء الله النهاردة هناخد يونت 20 اوكي من منهج بتاعنا opportunities. احنا بدأنا المرة اللي فاتت في بداية المديول، اخدنا يونت 19 وخدنا كل الديتيلز اللي على اليونت. زي ما اتفقنا وتعودنا ان كل يونت او كل جزئية بنشرحها مع بعض لازم يبقى لينا تارجت. ايه التارجت بتاعنا؟ طبعا التارجت بتاعنا بيكون عباره عن حاجتين، اللي انا اكتسب الفوكاب الكلمات والجرامر بتاع اليونت. الفوكاب زي ما اتفقنا انا مش بترجم ترجمه بالعربي وبس، ولكن ممكن نقدر نقول ايه البارت اوف سبيتش، ايه الاوبوزيت، از ذا سيم مينينج، الكلام ده كله. نبدا نشوف التايتل بتاعنا اسمه كونسيومر سوسايتي. كلمه كونسيوم يستهلك، وكونسيومر حطينا لها اي ار بقى مستهلك. سوسايتي يعني مجتمع، المجتمع المستهلك غير المنتج. اوكي طيب نشوف الكلمات. كلمه ديفلوبد سوسايتيز مجتمعات متقدمه، احنا خدناها في اول السنه. في فرق ما بين ديفلوبد كانتريز وديفلوبينج كانتريز. ديفلوبد اي دي الدول المتقدمه، اما ديفلوبينج اي ان جي الدول التي تسعى للتقدم. trapped in، طبعا كلمة trap يعني فخ أو يقع في الفخ، وtrapped in يعني محجوز أو محبوس أو محتجز. trapped in. resistance مقاومة، دي noun. resistance مقاومة. growing متزايد أو نمو زايد، growing برضو noun، طالما فيها ing تعتبر noun. insist يصر على شيء، دي verb. I insist on my، أنا بأصر على my opinion، على وجهة نظري. طيب كلمة redistribute يعني يعيد توزيع. طبعا ال RE ادتني معنى كلمة again مرة تانية. distribute يوزع، وdistribution توزيع، يبقى دي verb يعيد توزيع. redistribute دي verb، ده كده part of speech. workers unions يعني اتحاد العمال. كلمة work يعمل، worker عامل، workers عاملين. طب عاوز اقول انسبها للعمال يبقى workers unions يعني اتحاد العمال. issues يعني مواضيع او قضايا او مشاكل. aimed at موجه الى، جاي من كلمة aim. aim يعني هدف او يهدف، تمشي noun وتمشي verb. fold into يعني يخدع او يقع بالشرك. تمام؟ يبقى احنا كده عرفنا الفوكاب بتاعت يونت 20. طيب ايه اللي بعد كده؟ هناخد الجرامر. ايه الجرامر بتاعنا يا شباب؟ الاسم بتاعه ممكن يكون غريب شويه. حاجه اسمها unreal past. unreal يعني حقيقي، وunreal غير حقيقي. هو في حاجه اسمها ماضي غير حقيقي؟ في الانجليش في الكلام ده يا جماعه. في شكل الفيرب يكون في الباست، ياخد الباست فورم، ولكن المقصود بتاعه مش في الباست. المقصود بتاعه ان حاجه هتحصل في الفيوتشر او في البريزنت. ازاي يا مستر؟ ايه التعبيرات اللي انا بستخدمها ويجي بعدها unreal past؟ it's time حان الوقت، it's high time، it's about time. الثلاث مصطلحات دول معناهم حان الوقت. خلاص it's time لو جه بعديهم subject فاعل، ايا كان الفاعل ده اسم شخص زي علي مثلا، او جه ضمير زي he او she او it او whatever، لازم الجمله يكون بعدها unreal past. لما اقول كده اهو it's time حان الوقت، اقول study حان الوقت اللي احنا نذاكر، study ولا studied hard؟ واحد يقول لي يا مستر طالما جه بعد it's time او it's high time او it's about time جه فاعل يبقى الفعل في الباست، بس المعنى هنا مش في الماضي. لما اقول it's time we studied hard يبقى حان الوقت اللي احنا نذاكر بجد. ازاي ده يا مستر؟ زي ما بقول لك كده يا بابا، ان it's time و it's high time و it's about time طالما جه بعدهم فعل يبقى بعد كده الفيرب هيكون في الباست، والباست هيكون unreal. يعني ايه unreal؟ يعني غير حقيقي، يعني شكلا باست لكن معنى في الفيوتشر. تعال نشوف كده مثال. لما اقول لك it's getting late الجو ليل او اتاخر، it's about time we went home حان الوقت اللي احنا نرجع المنزل. it's high time we took these issues more seriously حان الوقت ناخد هذه القضايا بجديه. it's time you، خلي بالك اهو كل ده فاعل. it's time you did something to end this problem.
يبقى انا كده يا شباب الانريل باست ورا الثلاث مصطلحات دول اتس تايم، اتس هاي تايم، اتس اباوت تايم. لو جه بعدهم فاعل يبقى الفعل يكون فين؟ في الباست اللي هو انريل باست، ماضي غير حقيقي المقصود بتاعه يا اما بريزنت يا اما فيوتشر. Here we use the past after its time but the meaning المعنى بيكون في البريزنت او في الفيوتشر not in past. We use this structure to say that something should do someone should do something. طب تعال نشوف هتجيلنا ازاي. لو انا قلت كده طيب افرض انا ما جبتش فاعل بعد اتس تايم، قلت اتس تايم فور اس تو، هنا مش فاعل ده هنا اوبجكت مفعول. اتس تايم فور اس تو جو هوم. اتس تايم تو تيك. طب ليه ما قلناش توك؟ لان مفيش فاعل. طب اهو ممكن اقول كده اتس تايم، لو انا قلت وي يبقى في الحاله دي الفعل في البسط. اتس تايم وي توك، توك الماضي من تيك these issues more seriously. تعال نشوف هتجيلي ازاي في الامتحان. قال لك I think اعتقد it's time to have، حان الوقت to have a party نعمل حفله to celebrate. طب هو قال لك استخدم had دي الماضي من have. ايه اللي يخلينا اخلي have دي had؟ ان يكون هنا في بعد it's time فاعل. يقول كده it's time حان الوقت. طب مستر اجيب اي فاعل؟ عادي. It's time we او it's time you. It's time we حان الوقت ان احنا we had a party to celebrate كي نحتفل. فهمتوا كده يا شباب؟ جملة كمان يا مستر عناية. You should do something instead of talking. يجب ان تفعل شيء بدل من الكلام. It's high time. It's طب هنا يا مستر ولا جاب لي فاعل بعد اتس هاي تايم ولا تو، يبقى انت يو ايه از يو لايك زي ما تحب بقى، جيب بعدها فاعل او تجيب تو. اتس هاي تايم وي لو انا قلت اتس هاي تايم وي فين الفيرب دو؟ يبقى اتس هاي تايم وي ديد ان احنا نعمل something instead شيء ما بدل ما نتكلم. يبقى كده الجرامر بتاعي سهل اهو. It's time, it's high time, it's about time. لو جه بعديهم فاعل يبقى لازم الفعل يكون في الباست. ما جاش فاعل جه كلمة تو يبقى الفعل في المصدر. اوكي ده كده أول جزئية في الجرامر بتاع يونت 20. في جزئية تاني للجرامر مهمة برضو بتتكلم عن حاجة اسمها relative clause. بتكلم على relative clause وهنتكلم على relative pronouns. هو في فرق ما بين الريلاتيف بروناون والريلاتيف كلوز؟ ايوه طبعا اكيد. هديكم مثال الجمله دي. He is the man who or that wrote the article. انا عندي كلمه ريلاتيف بروناون اللي هو الاسم الموصول اللي هو مثلا كلمه ايه؟ who او which او where او that، دول اسمهم ضمائر الوصل. who الذي او التي للفاعل العاقل، which الذي او التي للغير العاقل، وبيساوي الاثنين كلمة ذات خلي بالكم. وكلمة وير لما أكون بتكلم عن مكان، وهوز لما أكون بتكلم عن ملكية. يبقى أنا عندي who, which, where, whose دول كلهم relative pronoun ضمائر وصل. ضمائر إيه؟ وصل. أمال إيه بقى relative clause؟ الجملة اللي بتيجي بعديهم. يقول لك he is the man who wrote the article. يبقى كلمة كده أهو who wrote the article دي اسمها relative clause. relative كلوز جملة وصل. جملة الوصل يا شباب ملهاش معنى لوحدها. يعني لما اجي اقراها who wrote the article لا دي كده جملة ناقصة، ده هي بتصف noun او pronoun. يبقى مين الناون؟ المان. هي الزمان هو الرجل الذي يا سيدي wrote the article هو اللي كتب المقالة. يبقى انا كده عندي في حاجة اسمها relative clause جملة الوصل تبدأ بأداة وصل زي who او which او where او whose. هي في نفسها ملهاش معنى، بيكون معناها ناقص، ولكن هي بتصف الناون اللي قبلها او البروناون. طب تعال نشوف الاول الريلاتيف بروناونز ايه هم. هو اور ذات، احنا قلنا هو البديل لها ذات، الذي او التي وبتكلم بيها عن البيرسون فاعل عاقل. هي ذا مان هو او ذات wrote the article. which الذي او التي وبتكلم بيها عن الفاعل غير العاقل. to refer to things or animals. The computer is a machine which or that stores information. بقول الكمبيوتر هو آلة تخزن المعلومات. فين الريلاتيف كلوز؟ اهي
which stores information. طب هي لوحدها كده incomplete يعني ملهاش معنى، المعنى بتاعها ناقص غير كامل. طيب هي بتصف الجملة اللي قبلها الناون، يبقى اقول كده the computer is a machine، هي آلة تخزن المعلومات. اوكي؟ طب فين الريليتيف بروناون؟ كلمة which. طب ايه البديل بتاع which؟ that، والبديل بتاع هو that. بخلي بالكم that ممكن تيجي بدل which او هو. طب ينفع في الامتحان يا مستر يجيب لي هو وwhich وذات؟ طبعا الثلاثة مع بعض غلط، ما ينفعش. نيجي للضمير الثالث where يعني حيث، كنت بتكلم بيها عن مكان. that the resort ده المنتجع. where حيث I spent my last vacation. whose بستخدمها للملكية، لما اقول she's a woman هذه المرأة whose house بيجي بعد whose الشيء اللي يمتلك على طول. got destroyed in the flood. خلاص كده احنا عرفنا يعني ايه relative pronouns، يعني ايه relative clause. طيب في حاجة تانية بقى ممكن نقولها بس مش دلوقتي، هتبقى في الصفحة اللي جاية تقريبا. ازاي نعمل ريديوس للريلاتيف كلوز؟ ايوه لا لسه هناخدها. طب نعمل براكتس الاول على الريلاتيف بروناونز، ضمائر الوصل اللي احنا قلنا عليهم. اول جمله نمبر 1 we need to see a film، احنا محتاجين نشوف فيلم. whose who where that cheers you up a bit، محتاجين نتفرج على فيلم يخليك تبتهج. انا بتكلم على الفيلم ده غير عاقل صح؟ طيب يبقى هقول عليه which. طب يا مستر ما فيش which، البديل يا باشا that، مش هينفع where ولا who ولا whose. نمبر 2 the famous painting، الرسمة المشهورة. دي كده النون. which ولا who ولا where ولا whose has been hidden in an attic، اللي مخبينها على السطح for years will be occasioned in London next week. يبقى انا بتكلم على something، يبقى ايه which. طب في which طب في ذات لا، ما ينفعش اجيب لي which وذات مع بعض. نمبر 3 this is a man، بتكلم عن شخص عاقل، بس العاقل ده ممكن يكون مالك او فاعل. بقول هو هذا الرجل books، يبقى هنا يمتلك الكتب، يبقى whose books have been so popular recently. طب ليه ما خدتش هو يا مستر؟ هينفع اقول this is the man who books؟ ما ينفعش. نمبر 4 we had lunch، احنا اتغدينا، خلي بالكم بقى at ليوناردو ريستورانت، اتغدينا في المطعم ده مكان يا مستر. يا مستر على طول ناخد وير، اقول لك اصبر شويه، مش المكان باخد وير، بس خلي بالك شوف المكان بتاعك فاعل ولا بتكلم عليه كمكان. بقول لك ده المطعم وير ولا which ولا هو ولا ذات they serve بيقدموا traditional English food. ده المطعم اللي بيقدموا فيه traditional English food. يبقى this we had lunch at Leonardo restaurant where بتكلم عليه كمكان where they serve traditional English food. طب نفس الجملة يا مستر we had lunch at Leonardo restaurant، احنا اتغدينا في المطعم ده. اللي بيقدم، انا بتكلم على المطعم كفاعل غير عاقل، يبقى اقول which، بس ما فيش which في ذات سيرفيس بيقدم بقى traditional English food. يبقى لما يجي لك مكان انت ممكن تاخد where او which على حسب المكان بتكلم عليه كمكان ولا بتكلم عليه كفاعل. اوكي بعد كده نمبر 6 the eggs space for breakfast weren't very fresh. يبقى الايجز اللي احنا تناولناها في الفطار ما كانتش فريش. the eggs who we had طبعا غلط. we had were طبعا التركيبه غلط. we had ولا whom we had لا، يبقى the eggs we had اللي تناولناها for breakfast weren't very fresh. Heathrow ده اسم مطار. is one of the biggest airports in the world. handles بيدير أكتر من 100 رحلة of flight every day. يبقى هيثرو ده فاعل غير عاقل، مش هينفع أقول هو، ينفع أقول which وينفع أقول ذات. إيه ده يا مستر ده؟ طب ما أنت ما ينفعش تقول ذات is وis بره تاني، يبقى أقول إيه which. Number 8 some people would do something، يعني بعض الأشخاص ممكن يعملوا حاجة do anything could increase their promotion prospects، يزود من الترقية بتاعتهم. يبقى some people could do anything يبقى بتكلم على شيء غير عاقل that.
The Prime Minister رئيس الوزراء ده فاعل ممكن ياخد هو أو whose لو هو يمتلك شيء. Had just arrived رئيس الوزراء اللي لسه واصل حالا will make a speech tonight يبقى ايه هو بتكلم عليه كفاعل. Some countries refuse بعض الدول بترفض to stop producing chemicals weapons اللي هي الامتناع عن إنتاج الأسلحة الكيميائية. Space is very dangerous to world peace اللي هي تعتبر خطرة على السلام العالمي. يبقى أنا بتكلم على chemical weapons تعتبر غير عاقل يبقى أقول بقى which يبقى some countries refuse to stop producing chemicals weapons which is very dangerous to our world اللي هي تعتبر خطرة عن الورلد بيس اللي هو السلام الدولي. بصوا يا شباب بقى ايه الجرامر الجديد بقى عندي دلوقتي حاجه اسمها reduce relative clause. ازاي نقلل الريلاتيف كلوز او نحذف جزء من الريلاتيف كلوز. يعني ايه يا مستر؟ انا عندي جملتين كده اهو والاثنين فيهم ريلاتيف كلوز. اول جمله بتقول the girl who emails علي lives in France. فين الريلاتيف كلوز؟ who emails علي. دي اول جمله. الجمله الثانيه the man who was injured الرجل الذي اصيب في الاكسيدنت is a footballer. يبقى انا عندي two relative clauses. طيب حاجه تاني لما اجي اقلل الريلاتيف كلوز انا بربط بحاجه من اتنين يا اما استخدم جيرند لو الجمله بتاعتي اكتف او استخدم باست بارتيسيبل تصريف ثالث لو الجمله باسيف. يعني ايه يا مستر؟ يعني الجمله الاولى the girl who emails علي lives in France الريلاتيف كلوز ده اكتف ولا باسيف؟ طبعا اكتف. بقول البنت اللي بتراسل علي عايشه في فرنسا. طب لما اجي اقلل هعمل ايه؟ هشيل الريلاتيف بروناون وهستخدم الجيرند من المين فيرب بس اقول كده اهو ذا جيرل. ليه استخدمت الجيرند؟ لان الجمله دي اكتف. ذا جيرل ايميلينج البنت اللي بتراسل ايميلينج علي lives in France بس كده. يبقى انا عملت ريديوس. طب الجمله الثانيه the man who was injured الرجل الذي اصيب بواسطه مين ما نعرفش. الراجل اللي اتصاب في الحادثه كان فوتبلر. طب لما اجي اعمل ريديوس لجمله باسيف بستخدم الباست بارتيسيبل بس. يعني هعمل ايه؟ هشيل هو واشيل الهيلبنج فيرب واستخدم الباست بارتيسيبل. هقول ذا مان injured الرجل الذي اصيب in the accident في الحادثه is a footballer لاعب كرة قدم. يبقى انا كده عملت ريديوس للريلاتيف كلوز. تعال نعمل براكتس كده مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. نبدا يا شباب. rewrite the following sentence using the words in practice. بيجي لي ازاي الريرايت او السؤال بيجي لي ازاي في الامتحان بالنسبه للريلاتيف كلوزز. نمبر 1 he runs a shop that sells electrical appliances. هو بيدير محل بيبيع اجهزه كهربائيه. ادي كده الريلاتيف كلوز من اول كلمه ذات. قال لي استخدم سيلينج يبقى عاوزني اعملها ريديوس. يبقى لازم اشيل ذات واربط بالجيرند. يبقى هي runs هو يدير a shop محل شلنا ذات سيلينج طبعا ربطنا بالجيرند لان الجمله اكتف. electrical appliance بيبيع اجهزه كهربائيه. Number 2 I bought the dictionary which your father always recommend. انا اشتريت الديكشنري اللي باباك دايما ريكومند يوصي بيه. طب قال لي سايم ريكومندد يبقى دي باسيف. يبقى I bought انا اشتريت I bought the dictionary. يبقى انا هعمل ريديوس هنا عن طريق الباست بارتيسيبل. I bought the dictionary recommended by your father. by your father. جميل. الجملة الثالثة let's meet at the cafe which offers free drinks on the second floor. ادي كده which offers دي كلها relative clause. قال استخدم offering يبقى عاوز نعمل reduce عن طريق الجيرند. ليه؟ لان الجملة اكتف مبنية للمعلومة. بقول تعال نتقابل في الكافيه ده اللي بيقدم مشروبات مجانية. يبقى هقول كده اهو let's meet شاطرين يا شباب at the cafe. لما اجي اعمل ريديوس بشيل الريلاتيف بروناون واربط بالجيرند لان الجمله اكتف. offering free drinks on the second floor.
الجملة الرابعة everyone enjoys كل واحد بيستمتع the goals which أبو تريكة scores. كل واحد بيستمتع بالأهداف اللي بيحرزها أبو تريكة. قال استخدم كلمة scored. طب ده تصريف ثالث، يبقى ده أنا هربط عن طريق الباست participle. يبقى everyone enjoys the goals. هنعمل reduce أشيل which وهربط بالباست participle scored by أبو تريكة. scored by أبو تريكة. اوكي. نيجي لنمبر 5. The man who works in that shop is so funny. الراجل اللي شغال في المحل ده دمه خفيف جدي. استخدم working. طب انا فين الريلاتيف كلوز اهي. who works in that shop. طب لما اجي اعمل reducing انا هربط بالجيران لان الجمله دي اكتف. هقول زمان الرجل الذي شلنا هو يبقى زمان working in that shop is so funny. دمه خفيف. كده احنا عملنا ريديوس للريلاتيف كلوز. كده احنا خلصنا يونت 20. يونت 20 كان في جرامر يبدو اللي هو جديد عليكم، ولكن هو الطريقه سهله ان شاء الله. احنا خدنا الانريل باست الماضي الغير حقيقي، وخدنا الريلاتيف كلوزز والريلاتيف بروناونز، وعرفنا يعني ايه نقلل الريلاتيف كلوز عن طريق نحذف الريلاتيف بروناون ونستخدم يا اما الجيرند فير بلس اي ان جي لو الجمله بتاعتي اكتف يعني مبنيه للمعلوم، وممكن استخدم الباست بارتيسيبل لو الجمله بتاعتي باسيف. في النهايه اتمنى لكم الاستفاده الكامله، وطبعا ما تترددوش لو عندكم اي استفسارات او اسئله تكتبوها في الكومنتس هرد عليها على طول باذن الله. وفي النهايه اتمنى لكم النجاح والتفوق، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.